السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن ريفرس الاري او عكس المصفوفة، وهنشوف ده بيتم ازاي عن طريق مرحلتين. المرحلة الاولى بالطريقة المانوال، والطريقة التانية البيلت ان فانكشن الدالة الجاهزة اللي بتعملي ريفرس من غير ما اكتبها بايدي. اوكي، خلونا نروح نشوف شكل الكلام ده عامل ازاي، وبعد كده نخش في الكودينج على طول. طيب الشكل ده بيوضح يعني ايه ريفرس او عكس الاري اللي عندي. لو هي ماشية كده فانا بخليها بالشكل اللي تحت ده اللي لونه اخضر، يعني بجيب اول element بخليه اخر element وهكذا. اوكي. طيب الطريقة المانوال شكلها عامل ازاي؟ طيب خلونا نشوف كده شكل طريقة التفكير مانوالي هتبقى عاملة ازاي. ان انا بجيب اول element ببدله مع الاخير وهكذا، والتاني ببدله مع الرابع وهكذا. اوكي، ده طريقة تفكيري وانا بعمله بايدي. بس بالبيلت ان فانكشن او الفانكشن الجاهزة اللي هو انا بس بكتب اسمها واديها اسم الاري، انا ما بشوفش ده قوي. انا بس هي بتعمل لي اللي انا طالباه على طول. اوكي، يعني بالنسبه لي بتكون كده تلقائي، انا مش محتاجه ان انا افكر هعمل ايه مع ايه. ولكن احنا بنفهم الطريقه المانوالي عشان تبقى فاهم كل سطر كود انت كاتبه. وانت كمبتدئ بتبدا الاول بالطريقه المانوالي وتتعلم بيها، وفي كذا طريقه غير اللي انا هعملها. اهم حاجه انك تكون فهمت الكونسبت وتعرف تطبق بايدك. بنوصل للبيلت ان فانكشن لما نكون بنعمل مشاريع حقيقيه وجاهزه، ومش محتاجين ان احنا نراجع او ناكد على الكونسبت لان احنا اوريدي فهمناه. اوكي. طيب يا شباب، دلوقتي هنعمل الاري بتاعتنا. هنعمل مثلا انت دلوقتي سايز اوكي بيساوي مثلا 5، وهعمل انت array of size بتساوي، احط فيها العناصر 1 2 3 4 5. اوكي. طيب هو جايب لي دلوقتي ايرور تحت سايز، لان هي زي ما قلت هي فيكسد اري. فانا بالنسبه لي variable ده ممكن في اي وقت اغيره، فانا دلوقتي هحط كونست جنبه، عشان كونست ده انا مش هرجع اغيره بعدين، هو دلوقتي ثابت مش هيتغير. فهي الاري فيكسد اري، هي عايزه يعني الحجم بتاعها او السايز بتاعها يكون فيكسد، مش هيتغير بعدين. فالكونست دي انسب حاجه ان انا احطها جنب الفاريبل ده، عشان هي تعرف الاري تعرف ان انا مش هغير السايز بتاعها ده فيما بعد، لا هو ثابت من اول ما عرفتها. اوكي. طيب انا دلوقتي كده عندي السايز. هعمل الفاريبل temp اللي معانا في كل حاجه فيها تبديلات او سواب. هنديله initial value بزيرو. طيب هنكتب الفور لوب int I تساوي زيرو، الاي اصغر من سايز على 2، الاي بلس بلس. دلوقتي قدام تفهموا انا ليه كتبت سايز على 2. بس هنعمل دلوقتي ايه؟ هنقول ان التمب بيساوي الاري اوف الاي. جميل. بعد كده اقول الاري اوف الاي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الاري اوف السايز ماينس الاي ماينس 1. يعني ايه الكلام ده؟ خلونا بس نكمل دي كده عشان يبقى الكلام كاملا. بيساوي التم. اوكي، دلوقتي انا بقول له انا عندي متغير temporary. اوكي، حط لي فيه العنصر رقم 1 ده. تمام. وبعد كده قلت له بقى ان المكان اللي فاضي ده، بقى المكان اللي هو فيه الواحد ده، بدلهولي بالمكان اللي هو السايز رقم 5 ماينس الاي الزيرو ماينس 1. انا قلت ان السايز لو 5 فانا اخر اندكس عندي 4، يعني السايز ماينس 1. اوكي. فانا دلوقتي الاي دلوقتي بزيرو. اوكي، واول اندكس عندي بزيرو اللي هو الواحد، فانا بقول له بدل لي الواحد بالخمسة. ماشي. فهو هيمشي iteration تانية لما الاي ده بقى بواحد. ماشي. فدلوقتي هيقول بقى غير لي الاتنين دي بالاربعة. ازاي بالاربعة؟ ما هو السايز دلوقتي بخمسة والاي عندي بواحد وانا بنقص واحد. تمام. فدلوقتي بقى عندي ايه؟ 5 - 1 4 - 1 3. فانا عندي الاندكس 3 في الرقم 4.
فبقول له بدل لي الاتنين بالاربعة. هيجي يمشي iteration كمان، السايز على الاتنين اصلا انا هو السايز بتاعي انتجر، فلما يجي يقسمه على الاتنين هيكون باتنين، مش هيجيب له اتنين ونص، مش هيجيب له النص. اوكي. طيب فانا دلوقتي عاملاها لحد النص بس عشان يبدل الجزء ده بالجزء اللي بعد النص. اوكي. فانا لو عملتها سايز بس، لو شلت انا القسمه دي، فهو هيبدا يعيد تاني التبديل تاني، فانا كده ايه ما عملتش ريفرس. اوكي. هيفضل زي ما هي. اوكي. طيب تعالوا نشوفها بقى دلوقتي لما نعرضها. اوكي. كنترول F5، اتعكست عندي من الاول، كانت من 1 لحد 5، اتقلبت بالعكس. اوكي. طيب دلوقتي فاضل بقى الجزء بتاع reversed array built in function. طيب خلونا كده نبني array تانية بسايز جديد. هنعمل const int، خليه مثلا count. اوكي. int array 2، الأولى اسمها array بس دي اسمها array 2. اوكي. السايز بتاعها اسمه count، وهنديها الاليمنتس بتاعتنا مثلا 6 7 8 9 10. جميل. هنستخدم بعد كده اوكي انا مديتلوش value، هساويه ب5. تمام. دلوقتي هستخدم البيلت ان فانكشن اسمها reverse. كل اللي بعمله ان انا بديله اسم الاري، وبعد كده الاري 2 بلس السايز. اوكي. اللي هو اسمه عندي count. جميل كده. كده هو يعمل ريفرس لوحده. لو حابين نعرض الاتنين، يعني دلوقتي نعرض الاري الاولى والاري التانية. جميل. ممكن نعمل هنا سي اوت \n عشان يبقى في بينهم سطر. بعد كده نعمل كنترول F5، عكس لي الاولى بالطريقه المانوال وعكس لي التانية بالطريقه البيلت ان فانكشن. اوكي. بس كده نكون خلصنا النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا. اهم حاجه تجربوا بايديكم الطريقه المانوال، وليها كذا طريقه غير الطريقه اللي انا كتبتها دي. ممكن مثلا اشيل ده كله واعمل سواب، وممكن استخدمها بوايل لوب. فانت طالما خلاص فهمت الكونسبت ماشي ازاي، تقدر تعمل الطريقه بتاعتك وتوصل للهدف اللي انت عايز توصله. اهم حاجه تعلموا تكتبوا بايديكم كتير قبل ما تستخدموا البيلت ان فانكشن على طول. وبس كده انا خلصت. سلام.